تخيل تدخل كافيه مش عشان تشرب قهوة، لكن عشان تعيط. أيوة، دي مش مزحة، في اليابان فعلاً في كافيهات غريبة جداً، كل واحد منها بفكرة مجنونة عن التاني، من كافيهات البكاء لكافيهات الحيوانات لمقاهي بيخدمك فيها روبوت بدل الإنسان. النهاردة في قناة إلمام.ام هنعرف سوا عن أغرب كافيهات اليابان اللي خلت العالم كله يتكلم عنها. لو بتحب الغرائب والحقائق العجيبة عن ثقافات العالم، فالفيديو ده معمول ليك. وما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان توصلك كل الحلقات الجديدة من إلمام.ام، لأن عندنا دائما الحقيقة بالصورة الكاملة. 1. كافيه البكاء، اليابان. في طوكيو تم افتتاح كافيه فريد من نوعه، مكان مخصص للبكاء. الزباين بيجوا مش عشان يتبسطوا، لكن عشان يفرغوا مشاعرهم ويقعدوا يبكوا في خصوصية. الكافيه بيوفر مناديل، أجواء هادية. اليابان مشهورة إنها بلد الأفكار الغريبة، لكن كافيه البكاء تخطى الحدود. الفكرة ببساطة إن الناس هناك بيعانوا من ضغط كبير في الحياة اليومية، فصاحب الفكرة قال ليه ما نعملش مكان مخصص للبكاء؟ تدخل الكافيه، يدوك مناديل، يشغلوا موسيقى حزينة، وحتى ممكن يرشحوا لك أفلام مؤثرة عشان تساعدك تطلع دموعك. والغريب إن المكان ناجح والناس بتشوفه علاج نفسي مش مجرد مقهى. 2. كافيه القطط، اليابان وكوريا. تخيل تكون قاعد تشرب قهوتك وفجأة يجي قط ينام جنبك أو كلب يلعب معاك. تخيل تشرب قهوة وسط عشرات القطط حواليك. الفكرة انتشرت في اليابان ثم كوريا، والهدف إن ناس كتير بتحب الحيوانات الأليفة لكن ما يقدروش يربوها في البيت. في الكافيه تدفع فلوس مش بس على القهوة، لكن كمان على اللعب والوقت مع الحيوانات. 3. كافيه المستشفى، تايلاند. في بانكوك في كافيه مصمم بالكامل كأنه مستشفى. الديكور عبارة عن أسرة مرضى، النوادي لابسين لبس ممرضات، والمشروبات بتتقدم في أكواب تشبه أدوات طبية. بعض الناس شايفاه ممتع والبعض الآخر شايفه مخيف. 4. كافيه الظلام، فرنسا. في باريس في كافيه اسمه دان لنوار، يعني في الظلام. تدخل المكان ومفيش أي إضاءة وتقعد تاكل وتشرب وإنت مش شايف حاجة. الهدف إنك تعيش التجربة بحواسك التانية وتستمتع بالمذاق بدل الشكل. 5. كافيهات أخرى غريبة. في كوريا كافيه الزنازين، ديكور كله حديد وسلاسل. في دبي كافيه الجليد، درجة الحرارة أقل من 0. في ألمانيا كافيه المراجيح بدل الكراسي. الخاتمة، زي ما شفتوا العالم مليان كافيهات مش طبيعية، كل واحد أغرب من التاني. انت بقى لو عندك فرصة تزور واحد منهم تختار أي كافيه؟ اكتب رأيك في التعليقات وقولنا هل شايف فكرة كافيه البكاء مفيدة ولا مجرد جنون؟ ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك باقي الفيديوهات عن غرائب وعجائب وأغرب أماكن في العالم.